السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة برد على فيديو جميل جدا لأستاذنا وائل الصديقي حفظه الله. كان بيتكلم فيه عن رد للناس اللي بتسأله انت مناضل ولا بتاع نسوان. وفي الفيديو ده طبعا دخل مطعم جميل، وفي المطعم كل ستيك وعزم صاحبته على فراخ وخضار ونودل في شوربة ماشي، وقال ان كل الحاجات دي كلفته $23 او $24 في ذلك المطعم في تايلاند. بينما بيقول ان هو لو دخل مطعم في امريكا واشترى فيه نفس الحاجات دي بنفس المستوى ونفس القعدة هيدفع حوالي 60 الى $80، وفي بعض المطاعم الاخرى ممكن يدفع 400 او $500. فحضراتكم يعني ايه في امريكا نفس الاكل ده هياكله ب60 إلى $500. وأنا أشكره على أمانته العلمية في هذا الشأن. ولكن جه قال إيه؟ إن أنت كده تعيش الحلم الأمريكي في تايلاند. وأنا ليا عتاب شديد اللهجة على كلمة زي دي. هو سيادتك يا أستاذ وائل لازم تكافئ أمريكا بالعافية؟ اسمه الحلم التايلاندي لان انت عايش في تايلاند. يعني ايه انت بكده هتعيش الحلم الامريكي في تايلاند؟ انت كده يا سيادتك عايش الحلم التايلاندي مش عايش الحلم الامريكي. فضع الامور في نصابها وخليك عادل وادي لكل واحد حقه. كان في شاب مثلا امريكي من اصل افريقي، الشاب عايش طبعا ساب امريكا وراح لمصر، والراجل ما قالش انا عايش الحلم الامريكي في مصر، ما طلعتش من بقه. ده على العكس، الراجل بيحنس الامريكان بالحلم المصري وبيقول لهم ان انتوا فاكرين نفسكم عايشين الحلم الامريكي وانتوا عايشين في بلد غالية مقابل جاربج كواليتي اوف لايف، جودة حياة زبالة. بصوا انا شقتي اهي في الجونة ب 3500 جنيه في الشهر. طبعا تو جود تو بي ترو، بس العهدة عراوي، وادعى انه بيدفع فاتورة كهرباء $3 في الشهر، مش اكتر من $150 الشهر زي امريكا الى اخره. يعني دي قناة واحد امريكي اسمه ايدي. هذا الشخص نفسه ما قالش انا عايش الحلم الامريكي في مصر، لا، كل واحد تديله حقه. انت مبسوط في تايلاند يبقى اسمه الحلم التايلاندي، انت مبسوط في مصر يبقى اسمه الحلم المصري. مفيش حاجة اسمها انا عايش الحلم الامريكي في تايلاند او انا عايش الحلم الامريكي في مصر. ده ظلم، ده مش عدل. لازم تدي لكل واحد حقه وتكون عادل. أرجو يا أخوانا أن الرسالة تكون وصلت، وأشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.